اول خطوه معايا ان انا اجيب المرايه بتاعتي مع مرايه العربيه اللي جنبي، وباخد دريكسيون اتجاه الركنه اللي انا بركنها. انا دلوقتي ركنتي على ايدي اليمين، فخدت الدريكسيون بتاعي كله يمين، وهبدا ارجع بالعربيه بتاعتي لحد ما يظهر معايا الفانوس الاول والفانوس التاني بتاع العربيه. يعني لازم يظهر معايا الفانوسين بتوع العربيه اللي ورايا. تاني خطوه بعد العجلي، ببص في المرايه اليمين على الرصيف، وبفضل ارجع لحد ما يكون بيني وبين الرصيف خطوه. انا دايما بقولها للناس ان هم يخلوا الاكره اللي ورا يعتبر قريبه من اتجاه الرصيف، او بتبقى فوق الرصيف بالظبط. وببدا اكسر الدركسيون بتاعي عكس الرصيف. واخر خطوه دي مهمه جدا، واللي هي تالت خطوه، انها بلمح 3 لمحات: لمحه في المرايه الشمال على العربيه اللي ورايا، ولمحه قدامي عشان اشوف اتجاه عربيتي اتظبط ولا لا، واللمحه الاخيره في المرايه اليمين ببص فيها على الرصيف بتاعي.